في أحد المرات لما كنت في القصر، في المرة الثانية كنت قريب من موقع القصف، يعني كنت في القصر وكنت قريب من موقع القصف. وقصر الجمهور هذا فيه موظفين كثر مدنيين، وفي أطفال بعض الأحيان، وفي بعض العوائل. فاستهداف القصر لإيصال رسالة، هذه ليست رسالة، هذه رسالة سيئة جدا، وأن هذا إعلان حرب، ليست رسالة لإظهار أن إسرائيل تعبر عن غضبها من شأن داخلي جرى في سوريا. فأعتقد أن الأمور لا تسير بهذا الشكل في العالم. يعني هذه المبادئ التي تتجاوزها إسرائيل، ماذا لو أننا قمنا بأي ردة فعل على هذا الاستهداف؟ كيف سيكون شكل العالم في ذاك الوقت؟ سوريا خرجت من حرب على مدار 14 عام، وهي عبرت عن موقفها بشكل متكرر أنها لا تريد الحرب ولا تريد الدخول في الحرب، ليس لأنها ضعيفة. نحن أيضا واجهنا قوى كبرى أكبر من إسرائيل بعشرات المرات، ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن. لكن سوريا لا تريد أن تدخل في مثل هذه المناوشات وتدخل في هذه الحروب، ولا تريد أن تشكل تهديد لا لإسرائيل ولا لغيرها. تريد أن تبني نفسها. نحن اليوم كنا في جولة في المناطق المهدمة، وأكيد رأيتم كم سوريا تحتاج إلى إعمار وبناء، ومن حق الناس أن يعودوا إلى مناطقهم وبلدانهم. الناس الآن لا زالوا في الخيام ولا زالوا في بلدان اللجوء، ومن حقهم أن يعودوا إلى سوريا، ومن حقهم أن يعيشوا في أرضهم وبلدهم. وسوريا تحتاج إلى إعمار وتحتاج إلى بناء، والإعمار والبناء لا يخيف إسرائيل، وإذا كان يخيفها فهذه مشكلة في طريقة تفكير إسرائيل. وهناك سؤال أيضا يعني دائما يطرح من خلال السياسات الإسرائيلية: هل فعلا إسرائيل لديها مخاوف أمنية أم لديها أطماع توسعية؟ فالجواب على هذا السؤال ينبغي أن يحدد السياسة التي ينبغي أن